21 ديسمبر 2025 في السماء ديال الرباط غيتلاقاو اضواء الماضي مع احلام المستقبل في افتتاح اسطوري لاحسن نسخه في تاريخ افريقيا. ما كانش افتتاح عادي، بالعكس كان سيمفونيه مغربيه عزفت باصابع افريقيه على ارض المملكه الشريفه. النسخه 35 من كاس افريقيا مع تنظيم واستعدادات ما تيتخيلوش. احسن نسخه واللي كلنا عندنا فيها الامل باش تفك العقده ديال اهم واغلى لقب بالنسبه لينا كشعب وكلاعبين ومدربين. بدينا في الطريق باننا نربحوا اول ماتش لينا في دور المجموعات مع جزر القمر ب2-0، وكنا نقدروا نخرجوا بسيناريو اللي خيب من هذا بزاف، ولكن الحمد لله ربي سترنا. ماتش اللي تعلمنا منه بزاف ديال الحوايج اللي غينفعونا في المقابلات الجايه مع زامبيا ومالي. يلا نمشيو نشوفوا شنو كان في الماتش. ما تنساش دير ابوني ولايك وقول لي في الكومونتير لتحت التوقعات ديالك الادوار الجايه. قبل ما يبدا الماتش في الوقت ديال الغروب، المجمع الرياضي ديال الامير مولاي عبد الله غيتحول لواحد اللؤلؤه مضيئه في العاصمه، وريحه البخور اللي تلاقات مع التقنيات المتقدمه اللي استعملات في هذا العرض تتورينا عراقه التاريخ وتقدم المستقبل في واحد اللوحه فنيه اللي تتحرك مشاعر الفخر بالانتماء لهذا الوطن. احتفاليه التاريخ اللي تتبين ان المغرب تراكم حضارات ماشي وليد اللحظه، بين الفنان اللي جابوا لارتيست فرش مونتانا دافيدو ودعاء الحياوي. وراها غيهبط ولي العهد الامير مولاي الحسن للتيران باش يتصور مع اللعابه ويعطيهم واحد الانرجي بوزيتيف. غيتصور مع المنتخب ديال جزر القمر. جينا في واحد المجموعه اللي فيها حنايا مالي زامبيا وجزر القمر، تلاقينا معاهم 5 المرات قبل، ربحناهم بجوج وتعادلنا في الثالثه. دخلنا بواحد التشكيله اللي كانوا فيها شويه ديال التغييرات ماشي بحال كيف ما مولفنا وليد الكراكي، بحيث في حراسه المرمى كان عندنا ياسين بونو، في الاظهره كان عندنا نصر مزراوي وانس صلاح الدين اللي تيلعب في اس في الوسط الدفاعي عندنا سفيان امرابط وعز الدين اناحي. بالنسبه للوسط الهجومي ولا صانع الالعاب عندنا ابراهيم دياز، في الاجنحه عندنا نائل العواني واسماعيل الصابيري وسفيان الرحيمي كمهاجم صريح. بدا الماتش بالصفره ديال هذاك خونا، وفي الدقيقه 38 الحارس ديالهم ضرب واحد الكره مباشره فين هما غيهبطوا باش اتاكيو. نيف اكرد غيقطع لهم الكره غيصيفطها لابراهيم دياز فين غيأليميني 5 ديال اللعابه. ابراهيم دياز هو ماشي من العاكسين، غيمشي يجري قاصد البوطو. اللي جينا نشوفوا من ناحيه ديال الكفاءه الفرديه ديالنا فهم في هذيك الوقيته عرفوا ريوسو يقدر يتماركا عليهم بيز، داكشي علاش مشاو تيجريو باش يغطيو البلايص ديالو. ابراهيم دياز غيعطي لرحيمي، رحيمي اللي غيدخل البوكس ولكن غادي يطيح، غيغطي على كورتو غياخذ ابراهيم دياز وغادي يجيب لنا بيلانتي. ضيع سفيان الرحيمي. كنا تنتمناو انه يبقى مكمل على السلسله ديال انه ما تيضيعش البيلانتيات، ولكن ما عندنا ما نديرو. كنت ماركات كنت حلو عمرناهم بيوتها. اللي لاحظتو خصوصا في الشوط الاول وليد الكراكي كان تيحاول يخترقهم من العمق فين هما فرقه كامله وقفت لك في وسط التيران وقالت لك يلاه خسارق ولا بغيتي. خلاو لك الاطراف خاويين فين ما استغليناهمش حنايا. دقيقه 25 اسماعيل صابيري غيسدد واحد العرضيه ولكن ما غيلقاش شكون يكملها ليه، وغيعاود عاوتاني في الدقيقه 29 صيفط واحد الكره مسمومه ولكن كانت بعيده للاسف الشديد. وهذيك الكره بالضبط كانت كره الحب ديالو بينو وبين وليد الكراكي. بقينا مكملين على الاستحواذ وتنحاولوا نخترقوهم من الوسط. هما كانوا تيلعبوا على المرتدات. لا لاحظتوا باقي عندنا نفس المشكل اللي كان عندنا في الماتشات الوديه اللي كنا لعبناهم مع البحرين وكونغو شي وحدين اخرين، فاش لقاو شي فرقه واقفه مزيان دفاعيا تكون صعيب علينا اننا نماركيو. الخيبه هي اننا نتلاقاو مع شي فرقه في الادوار الاقصائيه تسد لك العمق والاطراف وتخليك تجري وتجرك بيلانتيات، وعارفين بيلانتيات راه ضربات حظ. شحال من فرقه ما كانتش مترشحه انها دير البطوله وفي الاخر تديها غير بيلانتيات. قبل ما يسالي الشوط الاول ب3 دقائق يوسف ماشين غان غيصيفط واحد الكره طوليه ولكن الحمد لله ياسين بونو غادي يشدها، غتزلق ليه الكره ولكن غيعاود يتحكم فيها مزيان. غيشدها بونو من هنا غيصيفط الكره غيشدها العناوي ولكن غيزقلها. كانت هذه اخطر محاوله من عند المنتخب المغربي في الشوط الاول من مورا البيلانتي. ضروري باغي يكون وليد دار خدمته ما بين الشوطين، دخلهم الفيستير وقال لهم الوليدات انا عارف عليكم الضغط ديال المباراه الافتتاحيه، كاع الناس يتفرجوا فيكم وما عرفت اش، ولكن خصكم تفهموا يا حنا اللي غنديوها يا راه ما غيديها حتى واحد. هذه انا اللي قلتها، يا حنا اللي غنديوها يا ما غيديها حتى واحد. الصحافه وبنادم تيسول شكون غيديها، راه حنا اللي غنديوها. حتى بحال غادي العرس وتتسول شكون غيمشي مع العروسه، راه حنا راه نتوما غمعروضين. ديجي ديالنا، القاعه ديالنا، الماكله ديالنا، البواتق ديالنا. دونك نتوما غتجيو تاكلوا تنشطوا تفرحوا تضحكوا تاخذوا دي سوفونير وتمشيو بحالاتكم سالينا ما كاينش هضره. بحال مول الكره فاش عيط ليه با تيقول ليه دخل تيجبد الكره وتيدخل. حتى حنا اللقطه اللي غنلقاو ريوسنا غنتقصاو كان ما غيبقاش يا حنا يا تا واحد. غيبدا الشوط الثاني مورا ما غيصفر عاوتاني داك خونا، وفي الدقيقه 55 مرابط غيلعب واحد الكره عرضيه عصام شواري غيسحبها ضايعه ضايعه من مرابط.
مزراوي غيلعب بها شويه غيسونطري على ابراهيم دياز اللي باش جاي باش ضربها لصقها في الشبكه. بيت زوين صراحه، كنا محتاجينه. ابراهيم دياز راه هو اللي دا رجل المباراه، جاب بينانتي وماركا بيت. بعض المرات تيكون الحل في الاطراف. لعبنا المزراوي صيفط العمق عاد باش دخلات. وليد الركراكي صراحه تيجيني مسير الماتش مزيان، حيت الاخطاء ديال الشوط الاول صححهم في الشوط الثاني وجاب الرباح، بحيث ما بقاش مركز على العمق بحال شتات المدافعين ديال جزر القمر. في الدقيقه 58 42 ثانيه النص ديال المغاربه غيشدوا قلبهم. واحد الكره قطعها امرابط غتمشي مكمله لنيف اكرد اللي غيسحبها خرجاز، ما غيردش البال. المهاجم ديال جزر القمر رفيقي سعد قاصدو جاي لعندو، غيسحب الكره خرجاز صافي وغيمشي ويخليها. موراه غيبان لي رفيقي سعد قاصد بونو. جواد الياميق من نص ديال التيران غيمشي غيضربها بواحد الجري غيهبط لعندو. والحمد لله بونو كان في الفورمال. هذاك راه كان بيت محقق، راه كون كان مهاجم دو كاليتي ما كانش غيزق البيت بحال هذاك. نيف اكرد بدا تيهز يديه، ولكن جواد الياميق دفعو قال لي سير تلعب بارك تسير تلعب بارك مبسط. دقيقه 60 كنا غنماركي واحد الكره شويه معكشه تصدر في الراس، ولكن ما تماركاش في الاخر. دقيقه 63 غيكون عندنا واحد دوبل تير غيحبسها الكارديان جوج المرات. موراها بدقيقه غيبداو لي شونجمون، غيخرج رحيمي اوناحي دخل الكعبي والزلزولي. في الدقيقه 74 غيجي هدف ديال الجوله ولا هدف ديال المقابله. واحد الباس من عند انس صلاح الدين اللي غيضرب على الكعبي دايز، الكعبي غيتهز غيعطيه واحد السيزو ما يمكنش. فريمون هدف عالمي يستحق يكون بين احسن 10 البيوت في الكان، الا ما كانش هو احسن واحد دابا. صافي غتكون شي هجمه من هنا ومن لهيه. الحمد لله ربحنا هذا الماتش هذا، حيت فريمون بغيناش نوصلوا للمرحله ديال اننا نخدموا كالكوليتريس باش نعرفوا راسنا واش مأهلين ولا لا فين في بلادنا. سؤال وليد الكراكي هو علاش كونفوكيتي رومانسي قلب الدفاع تبلاسه في اول التحام؟ صعيب بوست بحال هذا تعاودوا بشي لعاب، زعما تبغي تبريكولي بشي لعاب اخر. علاش انت عارفو ديجا بليسي؟ علاش غايتي الرومانسي؟ ما بغيتش ندوي عليها قبيله وعلى البليسور ديالو، في حين ما انك ما عندكش باش تبدلو. انت عارفو ديجا يقدر يتبلاسا لك اولا ديجا بليسي. وي مزيان تثق في اللعابه ديالك وتخلي الركائز اللي انت ديجا تعتمد عليهم، ولكن بوست بحال هذاك اللي ما تقدرش تبريكوليه راه صعيبه شويه، راه قلب الدفاع. الله يسر مع الله يحفظ. جوج القمر المكلاسين 108 عالميا خلقوا لينا شويه ديال المشاكل. فاش غنديروا مع منتخب اللي هو غيدير لاكسيون، اللي هو اللي غادي يهاجم ويوصل عندنا. هادشي اللي غنشوفوه في الماتش الجاي ضد مالي اللي غيكون نهار 26 في الشهر. مالي اللي غتخرج تلعب معنا كره، غتكون واحد لا بالونس في التيران غتهاجم علينا وغنهجموا عليها، غتكون واحد لا بالونس في التيران مزيانه لينا حنا باش نجربوا الدفاع ديالنا والهجوم. اللي كانت الفرقه بيان ايكيليبري بحال كانت حنا مع مصر مع نيجيريا مع دوك الفرق الكبار كيفاش غادي نبانوا قدامهم. ولكن المشكل ديالنا مع الفرق الصغار. هو المنتخب البطل كيف ما حنا كاملين عارفين تيكبر مع البطولات. راه الارجنتين في كاس العالم قطر 2022 الماتش الاول ديالها راه خسراتو، في الاخر دات البطوله. وتا مع سكيتشيوي ماشي كاع الماتشات داروا مزوانين خصوصا الاولين، ولكن بقى تيصلح وتيكبر او كور ديال التظاهر. هادشي اللي بغينا حنا من وليد الكراكي، انك انت وليد فيما يبان لك شي مشكل تصلحوا، يبان لك شي لاعب ما خصوش يلعب ما يلعبش. المهم نعاود لكم نكته، كاس افريقيا فاش يكون بارك مع الكؤوس الاخرى ديال القارات الاخرين تيجيهم الملل تيبغي يعاود لهم نكته. عرفتي تيقول لهم كان يا ما كان اقوى منتخب في افريقيا يختار كاس في قديم الزمان.